السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلو هلو على أحلى متابعين في الدنيا كلها، وحشتوني قوي يا حبايب قلبي. يلا بينا نصلي على الرسول ونكتب أكتر ذكر بتحبوه في التعليقات عشان لما غيرك يردده يتكتب في ميزان حسناتك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وعاوز أقولك كلمتين: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. نفسك تقرأ قرآن كل يوم ومش لاقي وقت؟ أدومه وإن قل. اقرأي صفحة واحدة كل يوم وثبتيها كورد، ما فيهوش تهاون. نفسك تصلي قيام الليل ومش قادرة من كتر التعب؟ أدومه وإن قل. صلي ركعتين قيام بقصار الصور وبعديهم ركعة وتر بعد صلاة العشاء مباشرة. كله بعد العشاء وانتي لسه كده في حموتها. نفسك تطلعي صدقات ومش قادرة من كتر المصاريف اللي وراكم؟ أدومه وإن قل. طلعي كل يوم جنيه واحد بس وحطيه في علبة على جنب، وآخر الشهر هيبقى معاكي 30 جنيه. طلعيهم لله في أي باب للخير، وهكذا في كل باب خير نفسك يكون ليكي سهم ونصيب فيه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. صدق رسولنا الكريم. وبس كده. ولو لسه ما اشتركتش في القناة بدعوك تشترك وتفعل زر الجرس على إشعارات الكل عشان يوصلك مني كل جديد في قصصي وحكاياتي. ويلا بينا نسمي الله ونشوف قصتنا النهاردة بتحكي عن إيه. في بيت فخم في الشيخ زايد، وهي شقة محمد السلمي، مهندس بترول بس طلع على المعاش وعايش مع مراته نادية وابنه الوحيد عودي السلمي، شاب عنده 25 سنة وسيم جدا، خريج تربية قسم لغة عربية. كانوا قاعدين في الصالون ونادية بتقول بضيق: أنا مش عارفة كفرة مليم إيه اللي أنت هتروحها دي يا عودي؟ ما تشوف مدرسة خاصة هنا يا حبيبي تشتغل فيها، على الأقل ناس شبهك يا ابني. يا ماما أعمل إيه يعني؟ لازم آخد ختم تدريب من مدرسة حكومي، وحظي بقى طلع هناك. خلاص كلها أيام وهرجع. ما الباشمهندس والدي معرفش بسلامته يجيب لي واسطة. الله، هو انا مالي بالتربيه والتعليم يا ابني؟ انا اصلا كنت هندسه وقلت لك ادخل هندسه زيي، بس انت بقى اللي غاوي وجع قلب. وعلى العموم ليا واحد صاحبي هناك اسمه الحاج جلال المنشاوي، هيستضيفك عنده وياخد باله منك، بس بأدي لعياله درس. واتعصب عدي: يعني مش هيساعدني لوجه الله، لازم مقابل. ماشي، لو على الدرس بسيطه. مسك محمد الموبايل وقلب فيه واتكلم بتأثر: لا حول ولا قوة إلا بالله، صحيح الدنيا دي ملهاش أمان. ايه بس اللي حصل يا محمد؟ في ايه؟ وقعت قلبي. قول بسرعة، حد من العيلة جراله حاجة؟ لا ما تخافيش، بس السوشيال ميديا مقلوبة. رجل الأعمال صفوان عزت مات امبارح، والظاهر إنه كان واخد قرض من البنك وهيحجزوا على ثروته، وكمان مانعين بنته من السفر بره. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا يرحمه. يا ترى بنته عاملة إيه دلوقتي؟ أكيد بقت وحيدة يا عيني من بعده. قال عدي بضيق: هتعمل ايه يعني يا ماما؟ دي بنت بحس كده انها متدلعة جدا وشايفة نفسها وبتعامل كل الناس من طراطيف مناخيرها. هو انت تعرفها اصلا يا عدي؟ اتعاملت معاها قبل كده؟ لا يا ماما، ما اتعاملتش معاها، بس كنت بشوفها في النادي وبشوف طريقتها مع الناس عاملة ازاي. المهم سيبونا بقى من موضوعنا ده وقولولي اخد ايه معايا في كفرة مليم دي؟ انا عاوز احضر شنطتي. قعدوا بالفعل يتكلموا عن السفرية بتاعته، ونسيوا موضوع رجل الأعمال اللي مات لأنهم أصلا ملهمش علاقة بيه شخصية. وبعدين دخل عدي يجهز شنطته ونام، وخلص اليوم على كده. أما في مكان تاني وفي يوم جديد في مكتب المحامي الكبير منصور الزيني، كان قاعد في مكتبه. دخلت عليه بنت جميلة وشيك جدا، وهي كنزي صفوان، وكانت بتحرك شعرها بعصبية وهي لابسة أسود، واتكلمت بغضب: شفتي يا منصور اللي حصل؟ الجرابيع عمالين يتكلموا على السوشيال ميديا بيقولوا عليا حرامية. بقى أنا حرامية؟ منصور اعدمهم كلهم. اقعدي بس يا كنزي هانم واهدي كده عشان نعرف نتكلم وافهمك على كل حاجة. تفهمني ايه؟ بقولك اعدم الناس دي، وبعدين اقعد فين؟ ايه المكتب البيئة ده؟ انت المفروض تتعادل معاهم يا منصور على ذوقك المعفن ده. رد منصور ببرود: معلش يا كنزي هانم، هبقى اغير المكتب والديكور، بس اسمعيني الاول، انت ممكن تتسجني في اي وقت. اتصدمت كنزي: وات؟ اتسجن؟ ليه؟ وانا مالي؟ انت اتجننت يا منصور؟ بقى عاوز كنزي صفوان تتسجن؟ خلاص اعدم السجن كمان. وتعصب منصور: انا هعدل نفسي قدامك دلوقتي. كنزي هانم ركزي معايا، صفوان بيه الله يرحمه كاتب كل املاكه باسمك انتي، ومشروع الجديد اللي اخده بضمان القرض من البنك كان برضه باسمك، وهو دلوقتي مات والبنك رفع قضية عاوز الفلوس بتاعته، فلوس القرض، وانتي دلوقتي اللي قدامهم لان باباكي توفى. ردت كنزي بتكبر: ايه يعني؟ خلاص اديهم فلوس القرض وخلاص، بس مش هتعامل مع الجرابيع دول تاني.
للأسف ما ينفعش، مفيش سيولة. كل الفلوس صفوان بيه دخل بيها الصفقة دي، والحل دلوقتي إن سيادتك تهربي شهر ولا حاجة على ما الصفقة تتم، وأرجع فلوس القرض للبنك من تاني، وبعدين ترجعي لحياتك تاني بدل ما تتسجني. خلاص، احجز لي على أول طيارة طالعة باريس، وكمان عشان أجيب آخر كوليكشن برفيوم من هناك. اتعصب منصور منها جدا. لا معلش، سيادتك هتضطري تستخدمي برفيوم تركيب زي بقية الشعب، لأنك ممنوعة من السفر، لازم تستخبي، انتي بقيتي مطلوبة. بس أنا عندي الحل، هو صعب شويتين ولكن أرحم من البورش. هتسمعي كلامي ولا إيه؟ هزت كنزي راسها بكل خوف، وهو ابتسم وبدأ يشرح لها اللي هيحصل بالظبط، وأقنعها بالعافية، وهي كانت في حالة ذهول من اللي بتسمعه. معقول هي دي اللي هتبقى عاشتها؟ ويا ترى ايه اللي مستنيها في المكان اللي هيهربها فيه؟ وفي يوم الصبح في كفرة مليم كانت راكبة كنزي عربية من أوبر، بس كانت لابسة النقاب عشان محدش يعرفها. كان الطريق كله أراضي زراعية والعربية مليانة شنط كنزي. وقف السواق العربية على ناصية أرض زراعية وقال بضيق: انزلي يلا يا ست، وصلنا اهو، انزلي بقى وخدي شنطك اللي احتلت العربية دي. ردت كنزي بغيظ: ايه انزل فين؟ هو فين البيت اصلا؟ وبعدين ما تجيبش سيرة الشنط دي على لسانك يا سواق انت. رد السواق بغضب: دي ارض زراعيه، مش هينفع ادخل فيها بالعربيه، انزلي بقى وتمشيها، ولا شوفي لك حمار اركبيه انت وشنطك دي كلها. وحمار ليه ان شاء الله وسيادتك موجود؟ يلا يا بتاع انت، سوق وصلني البيت اسمه ايه؟ الحاج جلال المنشاوي. في الوقت دوت كان عدي ماشي وسط الأراضي الزراعية، وسمع صوت عالي جدا قرب من العربية، وكان نازل منها كنزي والسواق اللي اتكلم بغضب: يعني ايه يا ست انت مش هتديني اجرتي؟ لا، مش كل الطير اللي يتاكل لحمه، ده انا صايع قوي. لا انت مش صايع، انت جربوع ومفيش اجره ما دام ما وصلتنيش للمكان والبيت اللي اتفقنا عليه، وعلى فكره هعمل لك باد ريفيو. قرب عدي واتكلم بصدمه: في ايه يا جماعه؟ استهدوا بالله، مالك يا اسطى؟ بتعلي صوتك ليه؟ دي واحده ست برضه، ما ينفعش كده. دي مش ست يا اخويا، دي واحده مفتريه وشايفه نفسها، طول الطريق قرفاني في عيشتي، وعربيتك تقرف، وايه الذوق المعفن ده؟ وقالت كل دوت وانا حاطط جزمه في بقي واستحملت، وتيجي دلوقتي تقول لي مش هتدفع الاجره ليه وانا جايبها من القاهره؟ يرضيك كده يا حضره الافندي؟ لا ما يرضنيش. خير يا أستاذة، ليه مش عاوزة تدفعي الأجرة؟ مش معاكي فلوس؟ أنا ممكن أدفع لحضرتك يعني. ردت كنزي بتكبر: إيه مش معايا إيه؟ على فكرة أنا ممكن أشتري أسطول عربيات، قصدي يعني هو عاوز ينزلني هنا ومش راضي يوصلني لحد بيت الحاج جلال. ولكن ما فيش عربيات بتدخل هنا يا فندم، لان دي ارض زراعيه. على العموم انا هوصلك لبيت الحاج جلال، انا عارفه. اهو شفتي بقى يا ست هانم، يلا هاتيلي الاجره بتاعتي، خليني اغور بقى واشوف اكل عيشي. دي كانت توصيله منيله ب60 نيله، انا مش عارف اصطبحت بوش مين النهارده. كنزي اتعصبت جدا ولكنها دفعت له الفلوس. اما السواق خرج شنطها من العربيه وكانوا كتير قوي ومشي، وعدي بص للشنط بكل صدمه. ايه كل الشنط دي؟ انا شكلي كده هرجع في كلامي، ازاي هنشيل كل ده؟ لا ارجوك تساعدني، انا معرفش حد هنا، وبعدين دول مش كتير ولا حاجه يعني، هتقدر تشيلهم وانا هشجعك. هتشجعيني بس؟ لا كتر خيرك بصراحه. قولي لي بقى، انت جايه للحاج جلال ليه؟ انا جايه اشتغل، انا هكون مربيه لاولاده، اعلمهم الاتيكيت واللغات كده يعني، بس لفتره مؤقته. وانت بقى، انت مين؟ شكلك كده مش فلاح ومش من هنا. لا يا ستي، انا مش فلاح، انا من القاهره واسمي عدي، مدرس لغه عربيه، بشتغل في مدرسه هنا لفتره مؤقته، عايش في بيت جنب البيت الحاج جلال، وعلى فكره انا بدرس لاولاده. واو بجد؟ يعني انت هتكون معايا على طول؟ ثانك جاد، انا كنت حاسه بغربه قوي هنا. لا ما فيش غربة ولا حاجة، الناس هنا طيبين جدا وهتحبيهم. لمح عدي في الوقت دوت راجل كبير معدي بحمار واسمه سيد، نده عليه وجاله واتكلم عدي: معلش يا عم سيد، ممكن بس تاخد الشنط دي على الحمار لحد بيت الحاج جلال؟ واتصدمت كنزي: وات؟ انت عاوز شنطي انا تتحط على حمار؟ جامي، نيفر. لا طبعا، دي الشنط نفسها من شانيل اصلا. بص لها سيد بضيق: جرى يا ست انتي؟ طب ما انا حمارتي مش جلايلة برضه، ومن شانيلا دي برضه يعني ما تجلش عن شنطك خالص. معلش يا عم سيد. وانت يا صحيح اسم حضرتك ايه؟ اسمي ندى، ولو سمحت شيل انت الشنط ارجوك يا عدي. والله ما هينفع، انت مش شايفه كميه الشنط دي عامله ازاي يا ندى؟ ما تخافيش على شنطك، ده حمار ماركه برضه، اطمني. الله يا عم سيد، خد الشنط، وكتر الف خيرك يا راجل يا طيب.
وبالفعل أخد سيد الشنطة على الحمار واتحرك بيهم وهم كانوا ماشيين وراه على رجليهم. وعدي كان فرحان قوي لأنه لقى كنزي، لأنها من نفس البيئة بتاعته وفهماه وفاهمة دماغه. أما في بيت كبير وهو بيت الحاج جلال من أكبر أعيان البلد، كان قاعد هو ومراته وأولاده. عبد الجبار في تالتة ثانوي وعبد المجيد في 6 ابتدائي، وكان جسمه مليان وتختوخ حبتين، وكان قاعد بياكل في السندوتش. والصغيرة روحية في 4 ابتدائي كان قاعد معاهم عدي وكنزي. وجلال قال بترحيب: الحمد لله على السلامة يا ست ندى. أنا متشكر جوي إنك رديتي تاجي وتعلمي العيال دي التكتيك. ده أستاذ منصور قال لي إنك مش بتروحي لحد واصل. أما ندى كانت قاعدة مشمئزة جدا من كل حاجة حواليها، وعدي رد بضحك: ما اسمهوش تكتيك، اسمه اتيكيت يا حاج جلال. بس ما اعتقدش ان عبد المجيد هيعرف يتعلم اتيكيت اصلا، ده مش بيستغنى ابدا عن الساندوتش. رد عبد المجيد وهو بياكل: وهو التكتيك ده بيتاكل أبلة؟ طب هو حوادق ولا موالح؟ ايه أبلة دي بس؟ انا اسمي ندى، وبعدين الاتيكيت مش بيتاكل، ويا ريت تبطل اكل شويه، ده مش مكان اكل ولا وقت اكل، وانتوا عندكم ضيوف كده يا بغل انت. سوري مش قصدي. رد عبد الجبار اخوه وقال بتريقه: لا هو الواد ده كده يا ابله، الاكل عندي في اي وقت، همه على كرش على طول. قال عدي: عبد الجبار عيب، ما تقولش كده على اخوك، دي اخر مره احذرك، تمام؟ ردت روحية الصغيرة بطيبة: شفتي يا أستاذة عدي أنا شاطرة إزاي، ومش بدخل في كلام الكبار ولا بجيت بفتن زي الأول. ده أنا حتى ما قلتش لبابا إن عبد الجبار خد عربيته وخرج بيها، ولا قلت لماما إن عبد المجيد كان حلة محشي الكرنب كلها لوحدك، هاتتك بطتك. رد الحاج جلال بشر: بقى كده يا كلب، خدت العربية تاني من ورايا، والله ما أنا سايبك. وقام جري الحاج جلال يجري على ابنه اللي أخد العربية، قام عليه علشان يضربه، ولكن عبد الجبار جري وهو جري وراه. أما فاطمة أمهم قالت بشر: يا نص جاموسة انت، كلت حلة المحشي يا واد، ده انا سايباها لبكرة، والله ما هسيبك غير لما ترجعها. بص لها عبد المجيد برعب: ارجعها ازاي بس ياما؟ اللي راح ما بيرجعش يا ست الكل، استهدي بالله كده، بدل ما تقولي لي الف هنا وشفا وتقومي تجيبي لي صينية الفراخ اللي جوا الحلوة دي. كمان عينيك على صينية الفراخ يا روح امك؟ لا ده انت بقى محتاج علقة وبالشبشب كمان يا ابن الكلب. وقلعت الشبشب وطلعت تجري وراه بشر وهو بيجري منها. منظرهم كان يفطس من الضحك. اما روحية سوسة قالت بطيبة مصطنعة: هم كده على طول يا أبلة، ازعاج وخناقات، انما انا غيرهم، هتسألي استاذ عدي. طبعا، هو في زيك انت يا سوسة؟ قومتي الدنيا كلها على بعضها، كنا قاعدين في امان الله. اما كنزي قالت بسهول: هو ايه اللي بيحصل ده يا عدي؟ انا ازاي هعيش هنا؟ That's impossible. لا ارجوك رجعني القاهرة يا عدي بليز. اهدي بس يا ندى، ما تخافيش شوية وهتاخدي على الجو هنا، وانا جنبك اهو، ساكن في الأوضة اللي جنب البيت، لو احتجتي اي حاجة بس اندهيلي. ردت روحية الطفلة الصغيرة باللقم: تنده على مين يا أستاذ عدي؟ احنا فلاحين ما عندناش الكلام ده، وانتي يا أبلة يلا قدامي اوريكي اوضتك. لا عندك حق يا سوسة، روحي معايا يا ندى الله يخليكي، ولو احتجتي اي حاجة بعتي السوسة دي. تمام كده يا اختي؟ انبسطتي؟ يلا بعد اذنك يا ندى، نورتي كفرة مليم والله. مشي عدي وكنزي كانت واقفة بتبصله وهي حاسة بالوحدة بعد ما مشي، وفاقت على كلام روحية: جرى ايه يا أبلة؟ انت لحقتي سلمتي نمر قلبك كده بسرعة؟ بس الصراحة أستاذ عدي يستاهل، يخرب بيت جمال أمه. بس يا ترى بقى انت حلوة انت كمان ولا هياكل مقلب؟ حلوة؟ تعالي بس الأوضة وارفع النقاب واوريكي، وشوفي يا حبيبتي الجمال اللي بجد الرباني. دخلوا هما الاتنين أوضة كنز الجديدة، وأول ما رفعت النقاب قالت روحية بانبهار: يا لهوي يا لهوي، انت حلوة جاوي زي بتوع السيما، وأحلى كمان زي بنات الجلبات، ده انت لحظة كشطة يا أبلة. مش قلتلك عقبالك بقى لما تكبري كده وتبقي في ربع جمالي، مع انه كتير عليكي برضو يا روحية. بدك ده يا أبلة؟ ماشي أنا طالعة بقى وانت استريحي، خدي بالك أنا حطيتك في دماغي من دلوك. مشيت روحية وهي بتبصلها بتحذير، أما كنزي بصت لها باستغراب وقعدت على السرير. أخيرا خلعت الحجاب وبدأت تاخد نفسها من تعب المشوار. أما في القاهرة في شركة صفوان كان قاعد منصور مع مدير البنك والضابط اللي قال بجدية: يا ريت تتعاون معانا يا أستاذ منصور. وتعرف كنزي هانم إن مش من صالحها أبدا الهرب، لازم تقنعها إنها تسلم نفسها. رد مدير البنك بغضب: وتجيب فلوسي كمان، فلوس البنك اكيد هربت واخدت القرض، بس انا بقى مش هسيبها. رد منصور بهدوء: هربت ايه بس يا استاذ عادل؟
اصلا كنزي هانم ما تعرفش حاجة عن القرض، وبعدين فلوس القرض في الصفقة، واول ما تخلص هرجع لك فلوس القرض انا بنفسي. رد الضابط: يعني سيادتك تعرف مكان كنزي هانم؟ طبعا مش محتاج اقولك ان التستر عليها مش في صالحك ابدا. لا طبعا مش محتاج تقولي، وبعدين انا معرفش مكانها فعلا، ولو عرفت هسلمها بنفسي لانها اصلا قرفاني في عيشتي. تمام يا استاذ منصور، وانا هحاول اصدقك. يلا بينا يا مستر عادل من هنا. مشي الضابط ومعاه مدير البنك، وتنفس منصور براحة. طلع موبايله في الوقت ده ورن على كنزي اللي ردت عليه بكل ضيق: ايوه يا منصور، ما دامك انت بعتني فيه وتقولي ده الحاج جلال من اعيان كفرة مليم وناس هاي كلاس ما يتخيروش عن بتوع ايجيبت، ما كده ماشي يا منصور. انا ترميني الرمية دي والله، بس لما اشوفك هخرب بيتك. اقولك انا هعدمك بنفسي. هو انت ليه محسساني ان عشماوي ابن خالتك مثلا؟ وبعدين كنت هعمل ايه يعني؟ اوديكي فين؟ ما فيش غير الناس دول اللي هيستحملوا عجرفتك لانهم مش هيفهموها اصلا. والله طيب انا بقى هخلص امتى من كل ده؟ انا تعبت قوي وحاسه ان شعري قصف في الساعتين دول عشان مغطياه. لا يا كنزي هانم، سلامة شعرك ألف سلامة. أنا بخلص في الصفقة أهو، عشان يوم ما ترجعي فيلتك وسط الخدم والحشم، مش ترجعي سجن المزرعة. ماشي يا منصور، اقفل بقى عشان انا تعبانه وعاوزه انام. خليني اشوف الهم اللي انا فيه، وهعرف انام في الاوضه دي اصلا ولا ايه؟ قفلت في وشه ونامت من كتر التعب، وهي عماله تفكر في مصيرها اللي جاي والايام هتعدي عليها في كفره مليمه ازاي. وتاني يوم الصبح دخلت روحيه اوضه كنزي اللي كانت في سابع نومه. يا ابله يا ابله، اصحي يا اختي، ايه النوم ده كله؟ ده احنا بقينا الفجر، قومي يلا قومي. سيبيني يا دادا انام شويه وانزلي اعملي لي الكوفي بتاعتي. بصت روحية باستغراب وهي بتفكر: ده وكافي وجاية تشتغل عندنا مربية؟ لا اكده الموضوع في إنا. قومي يا أبلة، أنا مش الدادة بتاعتك. قامت كنزي بفزع وقالت باستغراب: ايه ده؟ أنا فين؟ هي الساعة كام دلوقتي؟ انتي في كفرة مليمة يا أبلة، والساعة دلوقتي 4 الفجر. قومي يلا كفاياكي نوم بقى وكسل. كنزي بصدمة: وانتي مصحيوني 4 الفجر ليه؟ أرواح انتي، هعمل لك ايه أنا 4 الفجر؟ اولا اسمي روحيه مش ارواح، وبعدين احنا سلو بلدنا كده بنقوم الفجر. يلا بقى عشان امي مستنياكي وانا مش هطلع غير وانتي في يدي. بصت لها كنزي بكل غيظ وقامت دخلت الحمام اللي كان في الاوضه، وبعدين طلعت تجهز نفسها. قعدت تحط كريمات على وشها كتير وتسرح شعرها وتستشوره، وروحيه قالت بانبهار: ايه ده كل ده يا ابله؟ انتي فاتحه صيدليه ولا ايه؟ ده مش حاجة يا بنتي من اللي عندي، وبعدين ده السكين كير بتاعي، لا يمكن أمشي من غيره أبدا. لازم البنت تهتم ببشرتها ومظهرها ونظافتها. طب ممكن تحطي لي سكين كير يا أبلة عشان خاطري؟ ردت كنزي بالتكبر: اوكي تعالي احطلك حاجة تنفع لبشرتك عشان انتي لسه صغيرة، وبعدين اسمه سكين كير، انت ايه صح؟ هزت روحية راسها بحماس طفولي، وكنزي كانت بتحط لها من حاجتها وكانت فرحانة قوي ان البنت فرحانة جدا بالحاجات دي. خلصوا وكنزي لبست النقاب وعدلته على وشها وخرجوا من الأوضة. أما في الصالة كان عدي قاعد مع عبد الجبار وعبد المجيد اللي كان ماسك سندوتش، وعدي بيقول بهدوء قبل ما يديهم الدرس: يا عبدو مش هينفع الغياب الكتير ده من المدرسة، تعالى وأوعدك مش هخلي حد يكلمك أبدا. قالت كنزي باستغراب: هو مش عاوز يروح المدرسة ليه إن شاء الله؟ رد عبد الجبار بطريقة: علشان عجل والعيال بيشتموه هناك ويتريقوا عليه. عبد المجيد زعل جدا وعدي قال بصرامة: عبد الجبار التزم حدودك لو سمحت، اخر مرة هحذرك فيها، ما تنفعش تقول لاخوك كده ابدا. وانت بقى يا استاذ عبد الجبار اللي بيرفكت يعني؟ ده انت رفيع جدا، يعني لو عاوزت تعمل عضلات وتظبط جسمك هتتعب قوي، انما عبد المجيد سهل يعمل ده جدا لان دهونه هتساعده وتتحول لعضلات في منت واحدة، وكمان شعرك مش حلو، شعر عبد المجيد احلى منك. قال عبد الجبار بضيق: هو انت جايه قبلة تتريقي عليا ولا ايه؟ لا بس انا بعرفك ان التريقة على الناس مفيش اسهل منها، ده انا استاذة في الحاجات دي، ويا ريت ما تتكلمش على اخوك كده تاني، فاهم ولا لا؟ مش معنى ان هو غلبان يعني ومش عارف يرد عليك تستحلها بقى وتسوق فيها. لا يا حبيبي انا هنا هعملك ستوب. بص لها عبد الجبار بغيظ ومشي. اما عدي في قلب ابتسامة: برافو عليك يا ندى، انت قدرتي تخرسي عبد الجبار كده. دي حاجة بسيطة قوي يا عدي على فكرة، انت بس لو احتجتني اندهلي على طول. ضحك عدي وعبد المجيد: اكيد طبعا، متشكرين جدا يا استاذة، بعد كده هستعين بصديق. اما عبد المجيد كان عمال ياكل، وروحية قالت بضيق: ما تيجي كلنا نحلب الجاموسة مع بعض عشان نعملوا قعدة شاي باللبن. يلا يا نص جاموسة، يلا يا اخويا كفاية اكل. ردت كنزي بغضب:
وبعدين يا روحية قلتلك بلاش شتايم، وبعدين عدلي طريقة كلامك دي شوية، خليكي ليدي في نفسك كده. قولي يلا اتفضلوا نحلب الجاموسة بالراحة بالاتيكيت. اما هدي ضحك جدا. هي دي بقى اللي أزمتك يعني يا ندى؟ طب يلا بقى علشان هيعجبك قوي حلب الجاموسة. مشيوا الأربعة ودخلوا الزريبة. كنزي عيونها وسعت بفزع وقالت بخوف: ايه ده؟ كل دول جواميس بجد؟ انا كنت فاكراكم بتهزروا والله. انا ماشية يا مامي، انا خايفة جدا. بص هدية بتحدي، طبعا بجد، امال ايه يعني. ويلا بقى تعالي وخليكي شجاعة، اعتبريها مغامرة، حاجة جديدة كده بتجربيها. مغامرة ايه بس يا هدي؟ هو انا هتسلق جبل ولا ايه؟ انت عاوزني انا احلب جاموسة؟ مش هعرف، هخاف ترفسني وتاكلني. لا يا أبلة ما تخافيش، جاموستنا محترمة ما ترفصش أبدا، هي بس ممكن تعمل حمام، بس دي جلة عادي يعني مفيدة. وات جلة؟ يا ايه القرف ده؟ لا مستحيل، انا هيغمى عليا، انا عاوز امشي من هنا ارجوكم. وبعدين الريحة صعبة قوي، هما ايه مش بيستحموا بشامبو ولا ايه؟ رد عبد المجيد: شامبو ايه بس يا ابله اللي هنحمي بيه الجواميس؟ ده احنا لسه بلدنا مكتشفه الصابون الشمسي من سنتين. اني هروح بقى اشرب بوج لبن لحسن ما هبط شوي. وراح عبد المجيد اتفص وفتح بقه وقعد يشرب، وعدي بيضحك عليه. اما كنزي كانت وقفت ترجع على جنب، ورجعت بعد كده بصدمه: يا ده بيشرب دايركت من الجاموسه يا عدي، الحق يا عدي. انا لو رحت جنبه دلوقتي هيفتكر دراعي بقسماطه وياكله جنب اللبن يا حبيبتي، انا ماليش فيه. طب تعالى نطلع من هنا، خلاص انا مش قادره اخد نفسي من الريحه الصعبه قوي دي. حاضر يلا بينا، تعالي معايا. وانتي يا روحيه كملي حلب الجاموسه، ولما تخلصي اطلعي هتلاقينا مستنيينك بره. هزت روحية راسها وقربت الطبق اللي كان معاها وبدأت تحلب الجواميس مع أخوها. أما عدي وكنزي خرجوا على بره قدام الزرع، وعدي قال بحنان: ها بقيتي كويسة دلوقتي؟ أحسن يا ندى ولا تحبي أوديكي عند دكتور؟ لا مفيش داعي، أنا بقيت أحسن لما طلعت في الهوا، أصلي كمان الزفت النقاب ده بيخنقني بزيادة. واضح إن انتي مش حباه. طيب كنتي لابساه ليه؟ ما تحكيلي عنك شوية، أصل أنا حاسس إن انتي غريبة شوية، طريقة كلامك كده وشنطك الكتير مش لايقة أبدا مع الشغلانة دي. ليه بقى جاية تشتغلي هنا مربية؟ واتوترت كنزي قوي: عادي يعني، ده شغل عشان الفلوس، زي ما انت جاي برضو تدي دروس عشان الفلوس. لا انا مش جاي هنا علشان فلوس، انا جاي بس مجرد تكليف من الحكومة، ولما يخلص هرجع القاهرة من تاني. اما حكاية الدروس دي من غير مقابل، لان الحاج جلال صديق والدي. وعلى العموم انا اسف لو كنت ازعجتك بتطفلي، بعد اذنك. لا استنى بس يا عدي، انا اسفه والله، انا ما اقصدش، انا كده اندفاعيه شويه، بس مش قصدي، ارجوك ما تزعلش مني. وبعدين انا مش بعرف اكلم حد غيرك هنا على فكره. فهمت، يعني بتعتذري علشان مصلحتك. ماشي يا ستي، وانا هعديها لك عشان تعرفي ان انا انسان شهم. ايه شهم دي يا عدي؟ دي كلمه قديمه قوي، هو احنا في التسعينات ولا ايه؟ ومالها بقى التسعينات؟ هي خلاص بقت موضة قديمة؟ لا خدي بالك أنا مواليد التسعينات. أوه ماي جاد، أنت مواليد التسعينات؟ ليه كده يا عدي؟ إزاي تعمل كده؟ أنا بجد مصدومة فيك. نعم يا ماما، مصدومة إيه يا ندى؟ هو أنا بقولك إن مواليد ثورة عرابي؟ ما تراعي مشاعري شوية. سوري بجد مش قصدي. ضحكوا هما الاتنين وهو كمان ضحك قوي، وخرج عبد المجيد في اللحظة دي وشه كله لبن، وروحية والطبق اللي كان في ايديها فاضي. ايه يا هدي؟ ايه يا روحية؟ فين اللبن يا حبيبتي اللي انتي حلبتيه؟ وقع منك ولا ايه؟ لا يا استاذ عدي، الواد ده شربه كلاته، ده انا انقذت ديل الجاموسة من بقه بالعافية، الطفس ابن الطفس ده اهو. اخص عليك يا ابني، حرام عليك، ده اختك تعبت على ما عملت الجاموسه. يلا مش مشكله يا روحيه، فداكي يا حبيبتي، احسن ما كان بلعك وانتي واقفه كمان. ضحكوا كلهم وبعدين خدوا بعضهم ودخلوا على البيت. وفي البيت كانت قاعده فاطمه وجلال وروحيه وعدي وكنزي وعبد المجيد، وصفيه الشغاله جت وهي بتقول باستغراب: الحاجه يا ست فاطمه، رحت احلب الجواميس مفيش ولا جاموسه نجطت نقطه لبن واحده توحد ربنا. واتصدمت فاطمه: ازاي يعني الكلام ده؟ ازاي ما نزلوش لبن؟ ده يعني بياكلوا كويس، جربي تاني، يمكن انت اللي خبتي وما تعرفيش تحلبي الجاموس. عبد المجيد كان قاعد مرعوب جدا، وروحيه قالت بمكر: ما تتعبيش نفسك ياما، الجواميس اتشفطوا خلاص. يعني ايه يا بنت اتشفطوا؟ قولي يا سوسه حصل ايه؟ ردت كنزي بسرعة: لا ما حصلش حاجة، أنا بس حبيت أجرب حلب الجواميس، وبعد ما حلبناهم غصب عني وقعت اللبن، سوري جدا يا طنط.
عبد المجيد في اللحظة دي ابتسم بامتنان إن هي دارت عليه وما قالتش لوالدته على اللي هو عمله، وعدي كان فرحان جدا من تصرف كنزي. وفاطمة قالت فداك يا حبيبتي ولا يهمك، روحي يا صفية اشتري لبن من بره، بكرة إن شاء الله ربنا هيكرم والخير كتير. واتكلم جلال قولي لي يا أبلة ندى، العيال دي هيتعلموا التكتيك ده في قد إيه ويجي منيهم ولا لا؟ أنا عاوزهم يبقوا زيك كده أنتي وأستاذ عدي. أدينا بنحاول يا حاج، يمكن المعجزة تحصل بسرعة ويتعلموا إن شاء الله. يا رب يا أبلة، أنا هروح بقى وأنتم خدوا راحتكم معاهم، يلا كسر وأنا جبس ها. مشي جلال في الوقت ده وقامت فاطمة تحضر الأكل وقالت كنزي بقولك ايه يا عدي، انا بقول ابدا معاهم بالانجلش، لازم يتعلموا لغه دي خلاص بقت لغه العصر. انجلش ايه بس يا ندى، هما بيعرفوا عربي الاول لما تعلميهم انجلش ستيب باي ستيب. عندك حق والله يا عدي، العيال دي هتتعبنا قوي وخصوصا الواد الكبير ده. انا يا ابله كويسه وشاطره وبتعلم بسرعه. انتي بري منك بري، ده انتي اول حاجه لازم تتعلميها تبطلي فتنه روحيه، ده تصرف وحش قوي يا حبيبتي، كده تجيبي المشاكل لغيرك، ينفع كده برضو؟ ايوه يا روحيه، مش كل حاجه تنقليها كده، الفتنه يا حبيبتي اشد من القتل. ايوه، مش كل ما تشوفيني باكل تفتني عليا لامي وتخليها تضربني. وانت بقى تعالى لي يا حلو، انت من بكره، لا من بكره ده ايه، من دلوقتي هتعمل دايت، مفيش اكل كل شويه كده تاني عمال على بطال، كده غلط على صحتك. عبد المجيد الدموع لمعت في عيونه وعدي قال له بحنان ما تزعلش يا عبده، مس ندى عاوزه مصلحتك، عاوزاك تخس شويه عشان تقدر تلبس حلو وتجري وتلعب مع زمايلك براحتك، مش انت بيبقى نفسك تلعب بس بتتكسف برضو من جسمك؟ هز عبد المجيد راسه بخجل وقالت كنزي بقوه خلاص يبقى الحل ان احنا ايه، نتحرك كتير ونقلل اكل شويه، وانت يا روحيه ممنوع تفتني تاني، انتم الاتنين بقى هتبداوا كل ده من النهارده. هزوا راسهم الاولاد بحماس، اما كنزي وعدي ابتسموا وبداوا معاهم دروس بسيطه، وعدت الايام وروحيه وعبد المجيد بداوا يتحسنوا كتير، اما عبد الجبار فكان في ملكوت تاني. في نفس الوقت عدي وكنزي بيتعرفوا على بعض اكتر، ولكنها طبعا اخفت حقيقه باباها وانها جايه هنا هربانه، ولكن المشاعر بدات تقوى ما بينهم واحده واحده. وفي يوم الصبح كانت ماشيه كنزي بالنقاب في كفره مليم، ولقيت عبد الجبار واقف في الشارع مع صحابه وبيشرب سجاير. اول ما شافها خاف جدا وقرب منها وقال بغضب ايه، عرفتي البلد قوي وبقيتي تتمشي فيها؟ بس على فكرة لو ابويا سألني على السجاير هكذبك، هو اكيد هيصدقني، انا ابنه وانت هيبقى شكلك وحش قوي. هو انا مالي اصلا، اقول له ليه ما تشرب، هو انا ايه اللي دخلني، انت واحد مش خايف على صحتك، انا بقى اخاف عليك ليه؟ وبعدين انت كبير بما فيه الكفايه وفاهم كل حاجه، مش طفل زي عبد المجيد هقول ان انا هنصحك، انت حر. يعني انت شايف ان انا كبير؟ امال ابويا مش شايفك ده ليه؟ على طول بيجل مني وسط الناس كلها، عشان كده باخد عربيته من وراه وبشرب سجاير عشان اعرفه ان انا كبرت. جه ودي في الوقت ده واتكلم بهدوء بعد ما سمع كلامه، بس الرجولة مش بكده يا عبد الجبار، الرجولة اللي بجد انك تكون سند لابوك، انت الكبير بتاعه لازم تساعده في شغله بدل وقفتك على النواصي مع صحابك دول، انت لما تساعده تبقى في ظهره صدقني هيشوفك كبير جدا، اثبت له ان انت كبرت. قال عبد الجبار بحزن بس هو على طول بيزعق فيا، عاوزني ازاي اساعده في شغله بقى يا استاذ عدي؟ بيزعق عشان شايفك مكبر دماغك. طيب جرب كده وروح له الارض وقول له محتاج مساعده وشوف كده فرحته بيك هتبقى عامله ازاي. تفتكر يا استاذ عدي؟ طبعا افتكر، جرب وانت تشوف كلامي صح ولا لا. ابتسم عبد الجبار ومشي بحماس، اما كنزي فقالت بابتسامه انت كده بتقطع عليا يا استاذ عدي، خلي بالك، بس بجد شابوه ليك، انا ما كنتش هعرف اقنعه كده. بنتعلم منك يا استاذه ندى. تعالي بقى نشوف روحيه وعبد المجيد، ده النهارده يوم الميزان لازم نوزنه. صحيح، يلا بينا بسرعه، انا متحمسه قوي اعرف خس كام كيلو بعد الدايت اللي كان عامله. ومشيوا هما الاتنين بسرعه، اما في الارض كان واقف جلال قدام الفلاحين بيتابع شغلهم في عز الشمس والحر وكان باين عليه الارهاق. وصل عبد الجبار وقال جلال بقلق في يا عبد الجبار، حصل حاجه؟ انت كويس؟ اطمن يابا انا كويس، قلت اما اجي اشوفك لو عاوز مساعده ولا حاجه. ادخل انت المكتب وانا هتابع شغل الفلاحين، رد عبد الجبار بحنيه. لا يا حبيبي، الشمس جويه قوي عليك والجو حر، روح انت على البيت وكل كويس، ما تهملش في اكلك، رد عبد الجبار والدموع في عينيه. انا بحب الجو يابا، اوعى تزعل مني، انا مش بيبقى قصدي ان انا ازعلك واصل، اوعدك اني هتغير.
ازعل من ايه يا ولدي؟ ده انت ابني البكري، حبيبي وظهري وسندي انا واخواتك، عمري ما ازعل منك يا ولا. اترمى عبد الجبار في حضن ابوه وفضل معاه في الشغل يساعده. اما في البيت كانت واقفه كنزي بتعدل النقاب بقلق، ومعاها عدي وروحيه وصفيه وفاطمه كمان. الكل كان بيبص على عبد المجيد وهو واقف على الميزان، وكنزي بتقول بضيق: ما تثبت بقى يا عم عبد المجيد انت، خلينا نشوف خسيت كام كيلو. اعمل ايه يا ابله؟ كرشي هو اللي شغال اهتزاز، اصل لسه واكل جيلي، هو ده هيأثر على الميزان؟ اشد في شعري منك يا جدع انت، مش قلت لك مليون مره بلاش ابله دي؟ قول لي يا مس يا مس، وبعدين كلت جيلي امتى وازاي يعني؟ الله، وده وقته برضه يا ابله ندى، خلينا في الميزان، هنعمله ايه؟ بقول لك ايه يا بنت روحيه روحيه، روح هاتي عصايه ثبت بيها الكرش ده. رد ودي بضحك: لا لا ملهاش لازمه يا ابو لسانين انت، اقف انت بس عادل وانا هشوف اهو. سيبت عبد الجبار على الميزان، وعدي بص على الميزان وعيونه وسعت بصدمه. روحيه قالت بقلق: خير يا استاذ عدي، ولد ولا بنت؟ اكيد تخن صح؟ اكيد ما خسش حاجه. لا ازاي؟ مبروك يا عبد المجيد، ولد، قصدي خسيت 6 كيلو، برافو عليك والله. فاطمه وصفيه زغرته، وكنزي فرحت جدا، والكل هيص، وعبد المجيد قال بسعاده: يا ولاد، ده الواحد تعب جوي على ما وصل للنتيجه دي. يلا بقى ياما اعمل لنا حله محشي وبط بالمناسبه السعيده دي. كنزي كانت قربت تشد في شعرها: وات؟ عاوز تضيع اللي انت عملته ده؟ انسى ان انت تاكل كده، لا هتاكل اكل دايت، ويلا روح اتمرن شويه كمان عشان شويه الكرش الصغننين دول يخلصوا بقى. رد عبد المجيد بصدمه: ايه كرش؟ الالفاظ دي يا مس ندى، انت قعدتي في كفره مليم بوظتك خالص ونسيتي التكتيك ولا ايه؟ قال كلامه وبعديها طلع لسانه الكنزي وهرب من قدامهم، والكل حصله ما عدا عدي اللي وقف يضحك جدا. والكنزي كانت متعصبه: شوف الواد بيقول عليا ايه، والله ما هسيبه. ماشي يا عبد الجبار، هسيبك معايا يا ابو كرش. ما خلاص بقى، خلي قلبك ابيض، سيبيه يفرح بالكام كيلو اللي هو خسهم والتحول اللي حصل هنا، وكنتي انتي سببه يا ندى. ردت كنزي باحراج وهي حاسه انها فعلا انجزت انجاز كبير. انا مش سبب في اي حاجه والله، هما اللي كان عندهم اراده وعاوزين يتغيروا للاحسن، وعشان كده قدروا يتغيروا. وانا كمان نفسي اتغير للاحسن، ممكن تساعديني ولا انا ما ينفعش وماليش نفسي ابله ندى؟ قال كلامه بحنان. كنزي قلبها دق جدا، بس كانت زعلانه من نقطه لاسمها المزيف، وقالت بتأثر: انت مفيش احسن منك يا عدي والله، صدقني انت اللي ساعدتني اتأقلم هنا، بجد ثانك يو. ما تشكرنيش يا ندى، انا اللي لازم اشكرك، انا قضيت معاكي اجمل ايام حياتي، وبصراحة كده نفسي نفضل على طول مع بعض. ها، انا طيب انا هروح اشوف طنط فاطمة وصفية، يمكن يكونوا محتاجين مساعدة. ومشيت من قدامه باحراج جدا وهي خايفة لانها كذبت عليه كتير. اما عدي اتنهد بحزن على هروبها ده، وعدى اليوم وكنزي بتتهرب من عدي، ولكن قلبها دق جدا من مشاعره اللي هو كان بيلمح ليها. وعدت الأيام، وفي يوم الصبح قدام الترعة كان عبد المجيد وعبد الجبار وروحية وأطفال كتير بيعوموا في الترعة، وكنزي واقفة قدامهم ماسكة نقابها بتوتر وبتقول: اطلعوا يا ولاد اطلعوا، ما ينفعش تنزلوا المية دي المية دي مليانة ميكروبات وجراثيم، اطلعوا بسرعة. رد عبد المجيد: ترعتنا ما فيهاش الحاجات دي يا ابله، اطمني، وبعدين المثل بيقول ادي ظهرك للترعه، عمر بالهرسيا في جتتك ما ترعى. يا سلام يا فصيح، وانت بقى كده مديها ظهرك؟ ده انت بتغوص فيها. يلا اطلعوا يا ولاد عشان عندنا درس الاتيكيت، خلاص الميعاد هيبدأ. في الوقت دوت جه عدي وقال بحزن: سيبيهم يا ندى، انا عاوز اتكلم معاكي شويه، ولا هتتهربي منك كالعاده؟ ايه، انا مش بتهرب ولا اي حاجه يا عدي، هو هتهرب منك ليه يعني؟ انا بس مشغوله شويه مع الاولاد. في الوقت دوت جه ولد بيجري ونط في الترعه وخبط في كنزي اللي وقعت في الترعه هي كمان، وفضلت تصوت: الحقوني بغرق، الحقني يا عدي الحقني يا عدي. نط عدي هو كمان في الترعه وقلبه ملهوف عليها، مسكها وهو بيقول بحنان: ما تخافيش يا ندى ما تخافيش، انا معاكي اهو يا حبيبتي، هطلعك ما تقلقيش. وبالفعل طلعها عدي، ولكن كان اغمى عليها من الصدمه والوقعه. اخدها تحت شجره قعدها وهو بيحاول يفوقها، قلبه موجوع علشانها: فوقي يا ندى فوقي عشان خاطري، طمني قلبي عليكي ما تخضنيش. ولكنها ما كانتش بتفوق، فاضطر ان هو يرفع النقاب، وقتها اتصدم جدا: ايه ده؟ معقول انتي؟ طب ازاي؟ انا مش فاهم اي حاجه، انتي كنزي صفوان بنت رجل الاعمال المتكبره المتغطرسه دي؟ في الوقت دوت كنزي بدات تفوق وقالت بتعب: يا راسي، متشكره قوي يا عدي، انت انقذت حياتي، انا اصلا مش بعرف اقوم خالص. رد بسخريه وغضب مكبوت: معقوله كنزي هانم صفوان بجلاله قدرها مش بتعرف تعوم؟ كنزي عيونها وسعت بالصدمه، واخيرا لاحظت انها من غير النقاب وقالت بدموع:
عدي استنى بس يا عدي، انا هفهمك والله، انا هفهمك كل حاجه. انا اصلا كنت عاوزه اصارحك بس كنت مستنيه الوقت المناسب. تفهميني ايه يا هانم؟ انك خدعتيني وغشتيني، خلتيني اتعلق ببنت مش موجوده اصلا، ندى اللي كنت ناوي اعترف لها بمشاعري وحبي ليها. ازاي بس مش موجوده يا عدي؟ انا وندى واحد، احنا الاتنين نفس الشخص. رد بوجع. لا مش نفس الشخص، ندى بنت رقيقة وبتساعد كل الناس، إنما كنزي هانم صفوان واحدة متكبرة بتعامل الكل كأنهم خدامين عندها. أنا أعرفك كويس يا هانم، كنت دايما بشوفك في النادي وبشوف معاملاتك للناس، لدرجة إني أنا كنت بكرهك جدا. كرهتني؟ كرهت كنزي وحبيت ندى؟ بس على فكرة بقى، كنزي مش وحشة زي ما أنت متخيل. أنا كل الناس كانت بتقرب مني عشان غنية، عمر ما حد حبني لشخصي أبدا. ولما بقيت ندى ولقيت عادي في ناس بتتعامل معاها بحب من غير ما تعرف إن عندها فلوس ولا حتى يعرفوا شكلي، حبيت ده قوي. تصدق أنا كمان كرهت كنزي؟ عدي قلبه وجع عليها وعلى ندمها ودموعها. بس انا بقى هريحك واريح نفسي خالص، انا هرجع القاهره من تاني ومش مهم حتى لو اتقبض عليا. قال بلهفه. ترجعي ايه بس يا مجنونه؟ لا طبعا مش هسيبك تعملي كده، مش هسيبك تضيعي مني سواء كنت كنزي ولا ندى. كل اللي اعرفه ان اللي قدامي دي خطفت قلبي، وانا بقى هخطفك كلك كده على بعضك. بجد يا هدي؟ يعني انت خلاص سامحتني ومش زعلان مني؟ في الوقت دوت قطعتهم روحيه اللي جت وهي بتقول مس ندى. بقول مس اهو، بابي عاوزك في الدوار عشان في واحد اسمه منصور عاوزك. منصور؟ او ماي جاد، ده المحامي بتاعي يا هدي. يا ترى حصل ايه؟ معقوله هتعدم؟ بعد الشر عليك يا ستي، نزلي بس النقاب ده وتعالي نشوف في ايه بسرعه. واتحركوا مع بعض، وبعد ربع ساعه في بيت جلال كان قاعد هو وفاطمه ومنصور وعدي وكنزي والتلات اولاد. كنزي قالت بخوف ايه يا منصور؟ حصل ايه؟ طمني، بلاش الصمت ده. ألف مبروك يا كنزي هانم، الصفقة تمت وسددت فلوس القرض والقضية خلصت وتقدري ترجعي لحياتك من تاني. كنزي فرحت جدا وعدي، بس الكل ما كانش فاهم أي حاجة. وعبد الجبار قال باستغراب هو في ايه يا عم وانت؟ مين كنزي دي؟ دي اسمها مس ندى. هو حضرتك اسمك ندى ولا كنزي؟ انت بجد هتسيبينا؟ قالت روحية بحزن. انت هتسيبينا يا مس ندى؟ ده انا بحبك قوي، خليكي معانا. ياما والله لو المس مشيت لهرجع افتن من تاني وولع في الدنيا كلها في بعضها بقى. ها؟ رد عبد المجيد بحزن. وانا هرجع اكل تاني كتير ومش هبطل اكل غير لما ترجعي. هه بقى وارجع زي الفشله وجد السيد قشطه. لا لا يا حبايبي، انا كده هزعل منكم بجد. انتوا ابطال على فكره، واتغيرتم علشان نفسكم مش عشاني انا، وهتفضلوا دايما تتغيروا للاحسن. وبعدين انا دايما هزوركم وانتوا كمان تزوروني في فيلتي دي، فيها حمام سباحه حلو قوي بدل الترعه المعفنه بتاعتكم دي. رد عبد المجيد بفرحه. لا اذا كان كده ماشي، ابقى جيب لنا بقى يا حاج مايوهات من سوق الاتنين. والكل ضحك. قال منصور بامتنان متشكر قوي يا حاج جلال على ضيافتك لكنزي هانم، انت راجل مفيش منك ابدا. شكرا ليك يا حاج جلال بجد، ويا حاجه فاطمه بجد ان الفتره اللي قضيتها معاكم انتم والاولاد بعمري كله. ردت فاطمه انا حبيتك قوي يا بنتي، ربنا يحفظك ويبعد عنك اي شر. وقال جلال انا اللي عاوز اشكرك انت واستاذ هدي على اللي انتوا عملتوه مع اولادي. لا لا بالعكس، لا شكر ولا حاجه، انا زي ما علمتهم اتعلمت منهم كتير، بجد انا اللي بشكركم. وقام منصور وقال طيب نستأذن احنا بقى يا حاج جلال، عشان كنزي هانم لازم تيجي معايا، في اوراق لازم نخلصها عشان نقفل القضيه. عدي تعالى معايا، مش عاوزه ارجع لوحدي، مش عاوزه اكون لوحدي تاني ابدا. قرب عدي منها بعشق من غير ما تقولي يا كنزي انا خلاص لا يمكن اسيبك، يلا بينا. وسلموا على الكل ومشيوا بعد ما التلاتة سلموا على جلال وعيلته. وعدت الايام ومنصور خلص كل حاجه، وكنزي استلمت ثروتها، وعلاقتها هي عدي بقت اقوى بكتير، وتعرفت على عيلته وحبوا بعض جدا واتفقوا على الجواز. وفي يوم في بيت عدي كان قاعد هو وكنزي اللي كانت لسه بالنقاب، ومحمد وناديه اللي قالت انت كمان هتلبسي النقاب في فرحك يا كنزي؟ معقوله كده؟ رد عدي بغيره جرى ايه يا ماما؟ ماله النقاب يعني؟ ما هو حلو اهو، وبعدين فيها ايه لما تلبسه في فرحها؟ مش احسن لما الكل يقعد يتغزل في جمالها؟ ابوس ايدك مالكيش دعوه بيها ابدا. ما تخافش يا عدي، انا لبسته عشان خاطرك ومش هقلعه، لان لاحظت غيرتك وانا ما يهونش عليا وجع قلبك، ثم انا مستريحه فيه جدا. ربنا يحفظك ليا يا نور عيني وقلبي ودنيتي كلها. بقول لك يا حاج، ما تقوم تاخد الحاجه كده وتسيبونا شويه. رد الباشمهندس محمد ابوه بسخريه. ما تتهدي يا زفت انت، خلينا نشوف هنعزم مين، كلها كام يوم وتتجوزوا وتغور على بيتك، اصبر. بص له عدي بغيظ وكلهم ضحكوا وبداوا في تكميل التجهيزات. وعدت الايام وجه يوم الفرح، وفي قاعه كبيره كان قاعد عدي في الكوشه وجنبه كنزي بفستان ابيض والنقاب، والاتنين ماسكين ايد بعض بحب. وجه جلال وعيلته وسلموا عليهم، وروحي
هي قالت بمرح: انا كان قلبي حاسس انك هتسقطي يا استاذه عدي، يلا حلال عليكي، عقبالي يا رب ان شاء الله. رد عبد الجبار بغيظ: عقبالك مين يا سوسنتي؟ انا الاول، ده انا الكبير. وقال عبد المجيد: هو مفيش بوفيه هنا قبله ولا ايه؟ ده انا هزعل قوي، ده انا ما اكلتش من امبارح. قال ابوهم جلال بغيظ: قدامي يا كلب منك ليها، هتصدعوا العرسان. الف الف مبروك يا حبايب. ونزل الحاج جلال وعيلته قعدوا على ترابيزه، وكنزي وعدية قعدوا يضحكوا، وبعدين قاموا عشان يرقصوا سلو. وكنزي قالت: انا بجد فرحانه قوي ان انا شفت الولاد في الفرح، كانوا وحشاني جدا. رد عدي بضيق مصطنع: على فكره بقى انا بخير، محدش في الدنيا دي كلها يوحشك غيري انا وبس، فاهمه يا كنزي هانم؟ فاهمة يا روح كنزي هانم، أنا يا أحلى شخص دخل دنيتي، بحبك قوي يا عدية. عدية قلبه دق بجنون وضمها ليه، وكملوا رقصتهم سوا في جو جميل مليان حب، وكانت في حياة لسه مستنياهم مليانة حب وتفاهم. ولحد هنا وانتهت قصتنا، واستنوني في قصة جديدة. سلام.